برافو. شابوه لنادي الزمالك. برافو عليكم، انتوا كده جامدين، انتوا كده شطار، انتوا امامير. يعني عملتوها، اخدتوا حقكم كده، اخدتوا حقكم. زي ما قال الاستاذ عمرو الدرديري قبل كده، وقال لك ان احنا بندعي المظلوميه عشان ناخد حق اكتر من حقنا، لكن احنا بناخد حقوقنا عادي، ولكن عشان ناخد اكتر بندعي المظلوميه. فبرافو، اخدت حقك واكتر النهارده. كابتن احمد حسام العالمي ميدو اللي قال لك ان الكابتن جوهري قال اعطوا للزمالك العداله التحكيميه ونفسه على المركز الثاني والكلام ده كله، مع ان ميدو نفسه في لقاء من قبل اللقاء ده من فتره قال لك اللي قال كده على لسان الجوهر الله يرحمه صحفي زملكاوي، واحنا الكلام اللي بنقوله ده والمظلوميه اللي بندعيها دي هي اللي جايبانا ورا. ومع ذلك يطلع في المؤتمر اللي من كام يوم يقول لك لا، العداله التحكيميه هي مطلب كل زملكاوي، وان احنا لا نثق في التحكيم المصري، والتحكيم المصري هو السبب في سوء نتائج نادي الزمالك. وعمل هليله كبيره قد كده علشان متضايق وزعلان وحزين على حال الزمالك بالتحكيم المصري، وبالتالي عايزين حكام اجانب. فلما تجيله الفرصه ان انت تجيب حكام اجانب قال لك لا والله، انا مش معايا فلوس ولا معايا سيوله ولا معايا دولارات. اللي عايز يجيب حكام اجانب يجيب. لحد هنا الزمالك مش طرف في الموضوع وعادي. هقول لك انت بقى طرف، وبقول له برافو ليه. مش طرف لان الاتحاد الكوره قال لك الوقت ضيق ومش هنقدر نجيب. بعد كده اكتشفنا يعني الموضوع من اوله. الملخص اللي حصل يعني سريعا كده، لما الزمالك قال انا مش معايا، الرابطه خاطبت اتحاد الكوره والاهلي خاطب اتحاد الكوره ان احنا عايزين حكام اجانب. الاهلي مش عايز يدفع لان مش ماتشه، وبالتالي الرابطه لانجاح الدوري، وده برضو من جزء من التمثيليه يا جماعه، عشان اللي فاكر ان الرابطه مع الاهلي في مطالبه. لا، على فكره الرابطه مش مع الاهلي. لو كانت مع الاهلي ما كانتش بعتت الخطاب ده امبارح قبل الماتش باقل من 24 ساعه لاتحاد الكره وتقول له ان احنا هندفع للثلاث ماتشات للحكام الاجانب بتوع الاهلي والزمالك، والاهلي وبيراميدز والزمالك وبيراميدز. لسه باعتين الجواب ده امبارح، عشان ما تفتكرش ان الرابطه برضو مع الاهلي، والكلام اللي بعض الجمهور الاهلي بيقولوا يعني ان الرابطه كانت عايزه حكام اجانب. لو عايزين حكام اجانب ما انتوا اصلا اللي عملتوا المشكله. حددتوا الماتش الفجر، عملتوا القرعه بتاعه المرحله الثانيه من الدوري في الفجر بعد السحور، بعد ما الناس اتسحرت وصلت الفجر كده ولسه هتنام، لقت القرعه نازله، واول ماتش الاهلي والزمالك وثاني ماتش الاهلي وبيراميدز. وقال لك ذكاء اصطناعي، وقال لك ان احنا لا نتدخل. يا راجل لا تدخل ازاي؟ طب انت لما انت عامل القرعه كده ما بعتش ليه الصبح بقى لما تفوق كده يعني وتصحى من النوم؟ ما بعتش ليه لاتحاد الكوره تقول له والله انا اللي هشيل الحكام الاجانب دي، لان الزمالك ما معهوش يدفع، والاهلي مش ذنبه ان هو يجيب حكام اجانب لان ده مش ماتش الاهلي؟ ما بعتش ليه؟ بعتها قبل الماتش بكام ساعه وتقول لي ان الرابطه مع الاهلي. المهم ان الزمالك بقى تدخل وقال لك ايه؟ ما قالش حاجه. والله اللي انتوا عايزينه يعني، حضرتك هتجيبوا حكام اجانب ماشي، يعني هاتوا. مش هتجيبوا يعني الكابتن محمود بسيومي ده ما شاء الله عليه حكم واعد، وانا اثق في التحكيم المصري. يا راجل بقيت بتثق في التحكيم المصري، ودلوقتي عايز تنجح المنظومه بتاعت التحكيم المصري، وان انت اصلا لو اللقاء كان اتاجل لحين استدعاء او تعيين حكام اجانب كنت هترفض وتقول لا انا عايز الماتش بحكام مصريين. والله يعني انتوا عديتوا كل الخيالات اللي الواحد ممكن يتخيلها في ان انت تدلس وان انت تدعي المظلوميه وان انت يعني المفروض كده اللعبه مكشوفه يا جدعان. التمثيليه بدات بالرابطه والقرعه بتاعت الفجر، والاتحاد اللي قال لك الوقت ضيق، والرابطه اللي عملت اصلا القرعه الماتش قبل كام يوم من الماتش ومفيش حكام، وبعد الماتش بتاع الزمالك على طول بعديه ماتش بيراميدز، ثم انتهت ان الزمالك ماسك في التحكيم المصري كده. قال لك لا انا لازم انجح الناس المصري، دول مصريين يا بيه، تعرف مصر يعني حكم المصري كده يا باشا، انا مع الحكم المصري، مش عايز انا حكام لقاء اللي يتاجل والله ما يتاجل، ولو يتاجل انا هعمل وهسوي، ومش هلعب غير بالحكم المصري. فبرافو برافو الزمالك، يعني رديتوا حقكم. الانسحابات اللي عملتوها عشان مطالبكم اتحققت دلوقتي لما الاهلي انسحب. فبرافو يعني بصراحه، يعني تحيه كبيره للجماعه بتوع ادعاء المظلوميه، والاستاذ عمرو ابو الدردير اللي قال لك احنا بندعي المظلوميه عشان ناخد حق اكبر من حقنا. النهارده انت خدت حقك واكبر من حقك، ويمكن ترجع تنافس على الدوري اللي الاهلي مش عايزه، خلاص هيسيبك تنافس واعمل اللي انت عايزه. يعني بصراحه منظومه كرويه مش كرويه بقى، منظومه كرويه غايه في السوق. احنا بقينا في المستنقع، عارف القاع؟ احنا خرمنا الازازه ونزلنا تحت القاع.
ما بقيناش في القاع الكروي في العالم، لا احنا خرمناه وبقينا تحت القاع من تحت. لما فريق يبقى الماتش ماتشه والمفروض هو اللي يتمسك وهو اللي لسه عامل مؤتمر وقال ان انا عايز حكام اجانب والتحكيم المصري هو اللي خرب الدنيا معايا وان انا مش هلعب اللقاءات المهمه دي غير بتحكيم اجنبي، الفريق ده يبقى ماتشه. ولما يلاقي الاهلي هو اللي يعترض على ظلمه من التحكيم المصري وان هو لازم اللقاءات المهمه دي الحاسمه في بطوله الدوري تكون بحكام اجانب، الفريق الثاني اللي لسه عامل مؤتمر وخارج الدنيا وقال لك انا مش هلعب اللقاءات غير بحكم اجنبي، لا والله انا مش عارف، انا عندي كل ثقه. فالواحد ما شافش كده بصراحه، او شفنا كده بس من كتر ما انتوا بتعملوها بقيتوا شطار جدا فيها، بقيتوا شطار والناس بتنسى، والله والناس بتنسى. تعملوا كده مره وتاخدوا حق اكبر من حقكم، تعملوا مرتين وثلاثه واربعه وتعدي عادي، وكل مره تاخد الحق اللي مش بتاعك وانت فاكر ان انت كده ايه، انا كده امور، انا كده شطور، انا بعرف اضحك عليكم والبسكم في بعض وانتوا بقى تطلع من الدوري ولا تنزل درجه رابعه، انت خبط في الاتحاد وخبط في الرابطه وانا هاخد الثلاث نقط، والتحكيم المصري بعد كده لو اتظلمت ولا عملت اي حتى لو ما اتظلمتش هطلع اقول ان التحكيم المصري سيء والتحكيم المصري هو اللي بيظلمني وانا عايز حكام اجانب لكل ماتشاتي وتشيلوا. فالواحد مبهور من ان انتوا بتعرفوا تنفذوها كل مره بالطريقه دي وبتنجح معاكم ومحدش، مش هقول بيلاحظها، لا كلنا شايفينها، كل الناس شايفاها، ولكن احنا بننسى بسرعه. وانتوا برافو عليكم اللي عملتوه النهارده، خليتوا شكل الكره المصريه منيل اكتر ما هو منيل ب60 نيله. لو كان عندكم، مش عايز اقول ذكر، لو كان عندكم راجل بيفكر، راجل بيحترم نفسه، بيحترم تاريخ النادي اللي هو ماسك فيه، ودايما بنقول ان انتوا اللي بتقولوا يا زملكاويه ان اللي بيضيع النادي ده هم الاداريين او الناس اللي بتمسك اداره هذا النادي اللي بتضيع النادي ده. لكن النهارده لو كان في واحد فعلا خايف على النادي وخايف على مصلحته ومتسق مع مبادئه فعلا، ايه متسق مع يعني كلمه كده، اللي هو راجل عنده مبدأ وبينفذه، لكن انا ما بشوفش حد فيكم على الاسف، مفيش الا من رحم ربي يعني. الناس دي كمان بتبقى من بره الاداره مش اللي بتدير نفسها، لان اللي بتدير واللجنه اللي جبتوها نفس العقليات، انا هخبطهم في بعض وهطلع. فالمهم لو كان في ذكر فيكم كان ده انسب وقت وانسب فرصه انك تطلع تقول انا مع الاهلي، انا مش عايز غير التحكيم الاجنبي، ميعاد اللقاء اتعمل بدري، انا ما حضرتش القرعه زي الاهلي ما قال ان انت ما فيش مندوب بيحضر ولا مندوب حضر من اي نادي القرعه اللي اتعملت بعد الفجر، ما فيش تحكيم اجنبي، فانا هاجل اللقاء لا اما تجيب لي حكام اجنبي. انا متعاون مع الاهلي في الموضوع ده عشان نضمن العداله التحكيميه اللي انا اتظلمت منها، والاهلي حتى لو ما اتظلمش منها يا سيدي، مش انت بتقول اتظلمت فخلاص انت ديك اتظلمت، تضامن مع الاهلي. لا الاهلي بقى يخبط في الكبار، انا ماليش دعوه، الاهلي عايز يسيب الثلاث نقط زي اللي عملتهم انا معاه اللي هو كزمالك يعني لما انسحب وبعد كده رجع كمل عادي لان هو حنفي وهيفضل طول عمره حنفي. ولكن برافو الحركات بتاعتكم بتجيب نتيجه، برافو العالمي على ما تفرج الكابتن احمد حسام ميزو، الحركات اللي عملتها والشغل اللي عملته جاب نتيجه بسرعه كمان وفعال. الاهلي يتمسك ان شاء الله، ان شاء الله كل ثقه ان الاهلي ماهوش حنفي، الاهلي لما بيقول حاجه بينفذها. مش هنستكمل، مش لازمنا، مش عايزين نستكمل بطولة الدوري لو هتظل الطريقة والمنظومة تدار بهذه العقليات وبهذا الشكل. فلك الله يا أهلي، مش دي كلمتكم، لا فعلا لك الله يا أهلي، وانتوا لكم أي حاجة تانية.